السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح الفل عليكم. انا قلت ابتدي معاكم اليوم. النهارده امبارح ما لحقتش ان انا اوريكم اللي هو لبن جوز الهند اللي عملناه مع بعض، فقلت ان انا اعمله معاكم دلوقتي اوريه لكم. بس حبيت ان انا اسيبه شويه بصراحه من بالليل للصبح عشان يعمل وش على اللي هو وش قشطه يعني. وتعالوا اوريكم هطلع معايا قد ايه قشطه. بصوا اهو قدامكم دلوقتي. هبتدي بسم الله الرحمن الرحيم اشوف كده طلع معايا قد ايه. شايفين اهو قشطه، بس طبعا عايزه مصفى احسن. انا جايبه مصفى كده وهبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. نظيفه طبعا المصفى خالص، ف ان انا اعمل كده بالشكل ده. هو بصراحه ربنا بصوا انا ما هو ده اللي طلعه معايا يعني، ما طلعش اكتر من كده، فحاجه بسيطه برضو. ده يرجع بقى لنوع جوز الهند. هو كويس يعني بصراحه اللي كان عندي، بس ما شاء الله اللهم بارك اللبن شكله دسم، فاهمين؟ بس هو ده الكميه الحقيقيه اللي طلعت يعني، ما طلعتش معايا اكتر من كده. هي دي معلقه كبيره نقول مثلا، او لا ما تجيش معلقه كبيره، حتى معلقه صغيره مليانه مثلا. بصوا ده اللي طلع معايا، معلقه صغيره مليانه مثلا. بس مش مهم، احنا عايزينه اصلا الغرض الاساسي انا عايزاه للاكل، سوري لشرب الشاي وكده. هعمل بيه الشاي دلوقتي معاكم، او سوري القهوه، وهوريكم بالظبط بقى لو هو فعلا يستحق ان احنا نتعب عليه ونعمله ولا لا. ودلوقتي انا بصوا هنا هجرب معاكم القهوه بلبن جوز الهند اللي عملناه اهو. انا هحط ميه الاول، دي قهوه اللي هي 3 في 1. هنحط بقى بعد كده لبن جوز الهند، وهقول لكم على الطعم بالظبط ان شاء الله، هقول لكم حلو ولا لا. القهوه دي الكيكه بتاعت امبارح، حبيت برضه اوريكم بعد ما شلتها في الثلاجه. عايزه اقول لكم طعمها خطير خطير، وتستاهل فعلا التجربه. بصوا جميله جدا ما شاء الله، خطيره، وبعدين صحيه، ومش هتحسي بتأنيب ضمير وانت بتاكليها. وجميله جدا للفطار كسناك او كده، هتبقى جميله جدا، مش هنحس كمان بالذنب. بس كده. بصوا هدوق القهوه واقول لكم دلوقتي رايي ايه بالظبط. بسم الله. جميله ما شاء الله، تحفه والله. جربوه، لا حلو مع القهوه قوي والله. والنهارده حبيت اعمل لكم بقى فراخ كده، انا بعملها على طول، بعملها بالبصل. عايزه اقول لكم طعمها بيبقى حكايه، تحفه جدا، وكمان صحيه جدا. كل اللي انا هحتاج له هنا معايا زيت زيتون، وعندي وراك اي نوع يعني، وراك صدور كله شغال بيبقى كله، بس هي الوراك افضل يعني. ملح وفلفل اسود وسماق وبهارات فراخ معايا، تمام. وبصل كتير، حبه حلوين يعني، عايزه حبه بصل حلوين قد دول مثلا، تمام. اول حاجه هعملها ان انا هبتدي ان انا اشغل النار هنا كده. انا شغلت النار هنا، وهحط شويه زيت زيتون قد معلقه كبيره مثلا كده، قد معلقه كبيره، تمام. هسيبها تسخن الاول شويه الطاسه. عايزه اقول لكم بقى الوصفه دي الفراخ بتبقى جميله جدا، تحفه. واحلى حاجه فيها طبعا هو البصل، هو اللي بيديها الطعم الخطير ده، والسماق طبعا اللي هو البص بتاع الوصفه. بعد ما سخن عندي شويه زيت الزيتون، هبتدي ان انا انزل بقى بالوراك. بسم الله. مش حاطه لها توابل ولا حاطه لها اي حاجه. هبتدي بقى من الناحيه دي احط شويه ملح عليها، شويه فلفل، معايا بهارات فراخ هنا، وهي معلقه كبيره صغيره مليانه من السماق بقى، عشان هو البطل هنا. بصوا كده معلقه صغيره، او بصوا كتروا
كل ما تكتري اكتر تكسبي اكتر. بس كده تبقى تتشوح بقى من الناحيه الثانيه، تاخد لون، بعد كده نقلبها ونتبل الحته الثانيه زي ما عملنا في دي بالظبط. دلوقتي كده بصوا من تحت شويه اخدت لون، نقلب بقى لون بسيط لسه محتاجه اسيبها اكتر، بس هنعملها اللون من الناحيه الثانيه كمان. وبعد كده ايه هنحط برضه نفس اللي عملناه، هنحط رشه ماء برضه، شويه ملح، هنا عندي شويه بهارات فراخ برضه، رشه فلفل صغننه قوي برضه. كده هتكمل بقى لغايه لما تاخد لون حلو من على الناحيتين. دلوقتي كده هقلبها على الناحيه دي. بصوا ما شاء الله اتحمرت، دي البهارات شويه مسكت بس عادي جدا ما تقلقوش، يعني ما اتحرقتش الحمد لله انها ما اتحرقتش، بس عملت لون كده وهو ده المطلوب. هنعمل نفس اللون من الناحيه الثانيه، نديها نفس اللون واهدي شويه النار عليها واسيبها بقى. بصوا بعد ما وصلت اللون ده كده حلو قوي، هشيلها بقى من على النار. هنا كده شويه البهارات دي هنلمها كده بس كده على جنب. هنزل هنا بقى بالبصل، بس هزود معلقه صغيره من زيت الزيتون كده بس خلاص. وهنزل بقى بالبصل كده واشوح. ما تخافوش البهارات دي هتدي طعم جميل جدا من البصل، مش محروقه ولا حاجه، حلوه قوي يعني كده. هعملها كده اهو، هسيبه بقى لغايه لما يتكرمل او ان هو ياخد يعني يصفر حلو قوي بدرجه حلوه قوي. هغطي عليه واسيبه شويه بقى كده لغايه لما يدبل على مهله. ودلوقتي بصوا على البصل ما شاء الله تبارك الله، بصوا الجمال تحفه. شايفه اللون عامل ازاي؟ خطير. عايزه اقول لكم الاكله دي جربوها هتدمنوها وهتبطلوا تعملوا غيرها اصلا. هرجع بقى الفراخ هنا على البصل، وما خدتش معانا وقت زي ما انتم شايفين، يعني هي التحضيرات اللي هي البصل وغسل الفراخ وكده، انت لو عندك كمان محضره الفراخ من بدري هتبقى الوصفه جميله جدا. هحط لها حبه ميه صغيرين قوي، يعني قد كوبايه ميه نقول، عشان تستوي بس الفراخ تكمل فيها سوا وتدينا صوص خفيف كده اللي هو هيبقى بالبصل ده، هو اللي بيبقى طعمه بقى احلى من الفراخ نفسها. هسيبها بقى بعد ما حطيت الميه كده، ههدي عليها النار واسيبها بقى براحتها تاخد وقتها. ههدي النار واسيبها بقى براحتها خالص وبعدين نرجع لها. تعالوا بقى شوفوا الجمال بعد ما خلصت. بسم الله الرحمن الرحيم. انا لسه منزلاها من على البوتاجاز حالا. بصوا بقى الجمال، عايزه اقربها لكم كده. بصوا تحفه، والفراخ مستويه على الاخر وحاجه كده قمر قمر. ماشي، انا محضره هنا عندي شويه رز هقدمها كده بالشكل ده. مش عايز ينزل، لا تفركش عادي جدا ولا كأنكم خدتوا بالكم من حاجه. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الفراخ؟ هفتح لكم دلوقتي الفراخ من جوه. بصوا الجمال ما شاء الله تبارك الله، تحفه. اهم حاجه في القصه دي كلها بقى هي ايه؟ الصوص ده. بصوا بقى الجمال بتاع الصوص. استنوا كده دايره هنا كده، وهحط فيها شويه الصوص دول، هما الحكايه كلها. بصوا الصوص عامل ازاي، خطير، بيبقى طعمه اجمل من الفراخ ذات نفسها. بصوا بقى كده، عايزه اقول لكم وجبه جميله جدا. جربوها وقولوا لي عملتوها وطلعت معاكم ايه. هستنى تعليقاتكم ان انتوا تقولوا لي جربتوها وطلعت معاكم حلوه ولا لا.